السلام عليكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل فتة طريقة سهلة وبسيطة. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقة ايه. النهاردة هعمل لكم عرق تربيانكو، مش هنعمله بالطريقة المعتادة، لا هقطعه واقول لكم بعد كده هعمله ايه. بصوا حبايبي، انا خلاص قطعت العرق، هشوحه بقى دلوقتي وهحطه في، يعني تستعمليه في اي حاجة، مش لازم لحمة باردة. هو الولاد بيحبوا اساسا اللحمة الحمراء. تعالوا بقى نشوحه على النار ونشوف هنعمله ايه. التوابل: ملح، فلفل اسمر، جنزبيل. نار هحط فيها بصلايه وطماطميه وجزر كده. سلقنا اللحمه، حطيت معلقه سمنه بلدي. خلاص هحط بقى الثوم، بعد ما تشوح الثوم هنحط الصلصه والفلفل الاسمر، وبعدين هناخد كبشتين شوربه، ونسيبها بقى لما تبتدي تتسبك. يبقى كده عندنا الصلصه خضر. حبايبي خلاص قطعنا العيش، حطينا عليه معلقتين سمنه بلدي. يلا هندخله الفرن. كده خلاص عملنا الرز، خلاص بقى مفلفل اهو ما شاء الله. حطينا حبايبي معلقه سمنه كبيره، وبعدين حطينا توم. اول بس ما يتشوح شويه هنروح حاطين على طول الخل. اول ما خلاص ادى اللون الذهبي هنروح جايبين كده الخل ونسيبه بقى يغلي، وبعدين نحطه على العيش. كده خلاص حبايبي هنجيب بقى العيش من الفرن. كده خلاص حبايبي العيش اتحمر وريحته بقى تجنن. يلا بقى نحط المكونات بتاعه الفته كده. وبعدين نجيب الخل والثوم، هنحمر اللحمه قبل ما العيش يتشرب الصلصه والثوم. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا الفته باللحمه طريقه سهله وبسيطه. يا ريت شير ولايك واشتراك في القناه حبايبي عشان يوصل لكم منها كل وصفه جديده سهله وبسيطه. سلام عليكم.